المخالفات المرورية. المخالفات المرورية، مخالفات 3 أشخاص من القطاع العسكري تتجاوز 1,500,000 ريال. خلينا نشوف فيديو. كم عندكم عيد؟ 306. هذا خرينا، هذا ختمها. اسلم. 700,000 وكم؟ 23,550 ريال. تبع علبة كلها كم تجي؟ 1,500,000. الموضوع في شقين بالنسبة لي أنا يا طارق الحربي. الموضوع باخذه شقين، ويزعلون كل ما جبنا على طاري المخالفات. يوه جوالك ما يسكت. في ناس تزعل، لكن حنا دائما نتكلم يا جماعة ترى هذول ال3 لو أنا الآن موجود أعطيهم مخالفة رابعة. قاعد يسوق السيارة كانت تمشي، وقاعدين 3 يسولفون، وذا يطلع على جوال ذا، وذا يطلع على جوال ذا، يطلع على جوال ذا. وبعدين لما يكون عندي مخالفات 700,000، فرض اني اناشد ابكي. مو الموضوع يضحك، الموضوع ما يضحك، يعني ما في شيء يضحك، لانك اشياء كثيره بترتب على المخالفات مستقبلا. فقاعدين تضحكون ال3 يعني. هذا الشق الاول حقي. الشق الثاني، احنا عندنا مشكله فعلا في المخالفات، عندنا مشكله فعلا في اشياء كثيره، يعني خصوصا موضوع ساهر والمخالفات. متى بينحل؟ ما تدري، لانه صراحه احنا كل واحد منا يسدد في الشهر 1000 1200 1500. لما انا مثلا جاني اتصال مهم ورفعت جوالي وبسند، جتني مخالفه حمل جوال. طب يا جماعه عندي مش مصيبه، تكتب لهم يقول لك اعتراضك غير مقبول. طيب ايش تسوي؟ بقدر الاحق في معامله؟ ابى ابلعها وراح اسدد ال500 لاني بطارد فوق ال1000 ريال. ابى اروح من الناصريه، اروح من وين، جيب ود ودا عشان 5. ما هو منطق. الاعتراضات انا من الناس يا طارق، ودائما اتكلم عن نفسي لانه واقع معي، ما عمرهم قبلوا اعتذار لو انه اعتذارك مو بصادق. انا يا طارق يا جماعه السياره ما تعدت الخط، الكفرات واقفه، كيف مخالفه قطع اشاره 3000؟ لا 3000. طب يا اخي ما قطعت، انا تعدت كفر لظرف ما، بعدت في اشياء كثيره. سدد بس، وسددنا كثير. هذا اللي يخلي الناس تتساهل ما تسدد المخالفات، لأنه طالما أني مغبون في نقطة معينة. فبس السرعة ما زالت أنا عندي فيها مشكلة للأمانة. توزيع سرعة منطقة الرياض ولا مملكة كاملة، إحنا إلى الآن ترى ما نعرف وش نظام الشوارع. تقول لي أنت ما تعرف، أنا إعلامي ولا أعرف، فما بالك في الناس اللي في بيتهم ما يعرفون. أنا من هنا أدخل 110، أطلع من هنا 90، أطلع من هناك 80، أعدي على 50، أمر في حفرية غيرت اللوحة فجأة بدل 90 50، وذا وساهر طاع من هنا عندنا مدري ايش. من الموسم الأول وأنا أقول يا جماعة خلنا إحنا مقبلين على جهة مهمة للسياح، وإحنا سافرنا وشفنا كيف توزيع تنظيم الكاميرات شكلها في الشوارع يفشل. تطلع خط من الرياض إلى أبو ظبي، من الناس اللي أنا دائما خطي ذا، ولا من الرياض إلى نجران، الصناديق وصندوق كاميرا وصندوق ستيكر، صندوق يا جماعة. وذا اللي في الشوارع اللي كنا عنكبوت ذي اللي تلقاه ورا برميل، تلقاه والله لنا 3 مواسم نتكلم في ذا الكلام. شكلنا مو بحلو، شكلنا أبدا مو بحلو. روحوا جنبنا بس هنا اقطعوا بس الخط لأي دولة، تلقون عواميدهم كاميراتهم واضحة متوزعة توزيع صح، لأن المقصد الوعي مو مقصد المخالفة. واللي يخالف بعد كذا
ينضرب على رقبته على راسه بكيفه. بس هنا طلعت بوابة المطار، بوابة المطار على طريق الملك سلمان، بين الساهر والساهر ولا 30 متر. البوابة في كاميرا قبلها، تعدى في البرج ذا واقف. ما أدري. فغير ذا اللي كانوا قبل شوي يعني يستهترون بالموضوع، في ناس كثيرة متورطة في موضوع المخالفات. لما سألت أنا في محاكمة مرورية في قاضي، أنا أروح له يا طويل العمر والسلامة، أنا عندي صح 100,000 بس تعال خلنا نفرز المخالفات. في مخالفات تافهة، فهمت؟ نقدر نشيل لهم. في مخالفات إنها عظيمة، الخطر عظيم حقها، فإني أجي أحاسب عليه. نلقى الناس ذي مخرج، نلقى الناس مخرج إذا كان صح المصلحة العامة مهمة. لأن بعد كذا أنا ما أقدر أجدد جوازي، ما أقدر، في أشياء كثيرة بتعطل في حياتي عشان موضوع بنقل سيارة، بشتري سيارة، بسوي مدري، يعني ما عاد ندري إحنا وش الأشياء اللي أصلا مرتبطة بموضوع المخالفات، لأن كل يوم طالع لنا سالفة جديدة. الموضوع محتاج وقفة، نقعد نشوف وش المشكلة وإيش الحلول وكيف نوصل لتوعية مناسبة، كيف نعيد صياغة ذا الموضوع كله، لأن في ناس تعاني. بكرة في ناس تزعل، يا أخي أنت كيف، تعرف أنت السن. الموضوع من 4 سنوات وأنا أتكلم فيه، فعلا محتاج جلسة كي نقعد مع أنفسنا، إيش الحلول، إيش نسوي، وش نحط، وش نشيل، وكيف نوصل نقطة حلوة للناس فقط، لأن في الأخير إحنا شعب.